كانت حكاية من حكايات مقام. ده شكل شعر بنت فولور عندي وبعتت لي الرسالة دي. كتير من الأمهات بتبقى نفسها شعر بنتها يكون حلو، تتضايق إن شعرها خفيف أو شعرها مش كثيف لأنها بتبقى نفسها تبتدي تسرحها. ومش بس رسالة الفولور دي، لا ده كتير السؤال ده كان بيجيلي وكان ردي حاجة واحدة بس: مجموعة هابينس من مقام. فنصحتها بالروتين ده. أول حاجة شامبو هابينس للأطفال الخالي من أي كيميكالز ضارة، وكمان في زيوت بترطب وبتحفز نمو الشعر وبتنظف شعر البيبي. قلت لها استخدمي كمان الكريم ده للتصفيف ولترطيب الشعر بعد الشاور. والجوكر بقى بتاعنا هو زيت هابينس للشعر من مقام. استخدمه كدهان يومي عادي جدا، نعمل بيه حمام زيت مرة في الأسبوع. ولو البنت هتنزل بيسين أو هتنزل بحر تحطه تحمي بيه شعرها. ممكن مرة كل يوم بعد يوم تاخد بامب صغيرة وتدلك بيه فروة راس البنت، لأنه هو مكون من مجموعة زيوت جميلة جدا لترطيب الشعر وكمان لتحفيز النمو. ومفيش حد مشي على الروتين ده غير واستمر على مجموعة هابينس من مقام لأنها ممتازة جدا. ولحد دلوقتي البنت دي ماشية على الروتين ده لأن الريزلتس كانت مرضية جدا بالنسبة لها. حبت المنتجات جدا وكمان أسعار المنتجات عجبتها جدا. فدي كانت حكاية من حكايات مقام. انت بقى جربتي مقام؟ يا ريت تقولي لي حكايتك في الكومنتس.